ازاي اوصل للجمهور المستهدف بتاعي على فيسبوك بشكل دقيق؟ طبعا احنا عارفين ان فيسبوك موفر لنا اكتر من طريقه عشان نقدر نستهدف بيها الاودينس بتاعنا او الجمهور بتاعنا، زي مثلا الانترست او الاهتمامات، زي مثلا الديموغرافيكس او التركيبه السكانيه، زي كمان البيهيفيرز او السلوكيات، او لو عندي مثلا كاستم اودينس اقدر اعتمد عليه. اللي عايزين نتكلم عنه دلوقتي هو نسبه الدقه في الاستهداف ما بين الانترست، الديموغرافيكس والبيهيفيرز. نسبة الدقة في الانترست تعتبر ضعيفة جدا، لان الاهتمامات دي بتتسجل لما اليوزر بيتفاعل مع محتوى معين، وبالتالي مش كل الناس اللي بتتفاعل او بتبقى مهتمة بموضوع معين بيكون عندهم نية او رغبة بشراء منتج يخص الاهتمام ده. انت مثلا ممكن تكون بتحب العربيات، بتتفاعل مع اي محتوى يخص السيارات، لكن مش بتفكر تغير عربيتك او تشتري عربية بشكل عام في الوقت الحالي. انا كمان مثلا بحب اتفاعل مع محتوى ليه علاقة بالعقارات، بحب اشوف شكل العقارات الحديثة وتقسيماتها وهكذا، لكن ده مش معناه اني لو شفت اعلان لعقار معين في الوقت الحالي هفكر ان انا اشتريه، وفي كتير غيري وغيرك على نفس النظام ده. عشان كده الاستهداف بالانترست مش احسن حاجه. الاستهداف بالديموغرافيكس نسبه الدقه فيه بتبقى اعلى شويه، لانه بيعتمد على مواصفات خاصه باشخاص، تركيبه سكانيه واضحه، بالرغم من ان في اشخاص ممكن يكتبوا بيانات غلط في حساباتهم على فيسبوك، زي مثلا تاريخ الميلاد، ممكن يكتب الوظيفه غلط، لكن ده طبعا بيبقى عدد قليل جدا. الاستهداف بقى بالبيهيفيرز بتبقى نسبه الدقه فيه اعلى من الديموغرافيكس واعلى من الانترست طبعا، لانه بيعتمد على سلوك واضح، مفيش فيه اي تزييف او لخبطه. انا عارف طبعا ان كتير من الاوقات ممكن تضطر ان انت تستهدف، خصوصا في مجالات معينه ممكن تضطر تستهدف بالانترست، مفيش مشكله، حاول تعمل ميكس ما بينهم لو في امكانيه. لكن لو عندك القدره ان انت تستهدف بالبيهيفيرز او تعتمد على البيهيفيرز والديموغرافيكس، اعمل ده وهتحقق نتائج احسن.